الفيديو ده بقى بعيد شوية عن الإكسل، هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي. الموقع بتاع النهارده بيقدر إن هو يحوّل لك أي صورة عندك ل3D، وطبعًا تقدر تستخدم ال3D بعد كده معاك مثلًا في After Effects لو أنت بتستخدمه، أو بتستخدم أي برنامج بتشتغل عليه 3D، بتبدأ إن أنت ترفع له أي صورة يحوّلها لك 3D في ثانية بالذكاء الاصطناعي. تعالوا كده نبُص عليه ونشوف بيشتغل إزاي. ده شكل الموقع معانا واسم الموقع Shapes. زي ما إحنا شايفين هو بيجيب لك هنا اقتراح أو عينات تقدر إن أنت تحوّلها 3D. لو لاحظت كده أنا حوّلت هنا حرف الT ده ل3D بالشكل اللي أنت شايفه ده. تقدر تختار أي صورة ويبدأ إن هو يحوّلها لك 3D وتعمل لها download بكل سهولة وتستخدمها في التصميم بتاعك على After Effects أو أي برنامج تاني. وليكن مثلًا تعالَ كده نبُص على مثلًا الطيارة دي. طبعًا خلّي بالك هنا بيحتاج كارت شاشة قوي علشان يقدر يشتغل معاك وما يهنِّكش. فتعالَ كده نختار الطيارة ونبدأ نقول له generate، استنى عليه شوية هيبدأ يحوّل لك الشكل ده ل3D. زي ما إحنا شايفين كده هو حوّل لنا شكل الطيارة ل3D، تقدر بقى تعمل لها download من هنا كده وتستخدمه على After Effects أو البرامج اللي أنت بتشتغل عليها 3D.